بالنسبة لي كانت من أهم مميزات الكلية بكل صراحة هي المتعة. انت هتتمتع في الكلية دي يعني بدرجة انت مش متخيلها. تاني حاجة وهي كانت البرستيج، الإعلامي راح الإعلامي جه، ده غير انها طبعا سلطة رابعة. أي حد بيشوف الكارنيه أو هيشوف بطاقتك هيحترمك جدا ويديك وضعك الاجتماعي اللي انت عاوزه. الكلية بتوفر لك فرص تدريب في الصحف الإلكترونية، ده غير التدريبات العملية بتاعت الكلية أو فرص مهمة للظهور على التلفزيون. من أهم الحاجات اللي بشوفها الكلية ممكن تفيد أي طالب فيها هي المسابقات والمهرجانات والإيفنتات اللي بتشارك فيها باسم الكلية. عندك مهرجان زي إبداع أنا شاركت فيه مرتين وخدت مركزين على مستوى الجمهورية. وعلى فكرة المهرجانات دي أو المسابقات دي بتكون ليها عائد مادي وجوائز مادية حلوة جدا، اوعى تفوتها. لو محتاج أي معلومات عنها كلمني برايفت على الانستجرام بتاعي، هقول لك كل حاجة. كل ده هيتحقق لو ركزت وحضرت وخدتها جد من اول يوم. ثم كورسات 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 كورسات، لازم تتعلم وتتطور وتثبت نفسك وسط منافسة صعبة وطلاب شاطرة كتير. من اكتر الحاجات المميزة اللي الكلية هتعملها لك غصب عنك هي العلاقات العامة والاصحاب. هتتعرف وتحتك باعلاميين وصحفيين، هتخلي لبسك شكلك ثقافتك واسلوبك في حتة تانية. من وجهة نظري حتى لو ما اشتغلتش بشهادتك فكل المميزات دي كفاية والله. يعني متعة دراسية وأجواء مهلبية وحاجة مية مية، لأن كده كده مفيش حد في مصر بيشتغل بشهادته، نادرا يعني. والشغل في مصر صعب، محتاج جهد كبير وتوفيق وواسطة. أعتقد المشكلة مش في إعلام، ما خريج هندسة وغيره برضه بيعاني. فأنت على الأقل تكون حققت حلمك ودرست الحاجة اللي بتحبها. فأرجوك أرجوك ما تسمعش كلام أي حد يعقدك منها، لأن الإعلام اتغير والتكنولوجيا والسوشيال ميديا فتحت باب وفرص لناس كتير. وأنا اعرف طلاب وانا كنت واحد منهم، والكلام ده من 3 سنين يعني كان في البداية. تخيل بقى احنا طورنا ازاي عن 3 سنين. في طلاب لهذه اللحظة اللي انا بكلمك منها والله بيعملوا فلوس وهم لسه بيدرسوا. اهم 3 عيوب للكلية تعال نتكلم عنهم. رقم 1، الشغل فيها صعب جدا. عشان تشتغل في الاعلام مش بالرفاهية اللي انت ممكن تتخيلها. بس السؤال هنا هو انهي اعلام؟ اصل ايه الفرق بالنسبة لك لما تشتغل في التلفزيون او السوشيال ميديا في ظل وجود فرصة اكبر اصلا للي بيتكلم على السوشيال؟ على الاقل عندك مجال للشهرة والحرية، وحر في كل كلمة وكل حرف بتقوله، مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن اللي انت بتتكلم عنه. فنقطة الشغل وسوق العمل دي سيبها دلوقتي وما تشيلش هم، وهنتكلم عنها بالتفصيل الممل في الحلقات الجاية. رقم 2، المنافسة كبيرة. اي حد يقدر يطلع يتكلم عن اي حاجة، لدرجة ان في حاجة انت هتدرسها جوه لو دخلت الكلية اسمها صحافة المواطن. 3، هتتمرمط عملي وحضور وشغل ونزول، ده غير ان الحضور مهم في الكلية وعليه درجات. في ناس شايفاها عيب، بس انا بشوف ان دول ما كانش لهم الكلية من البداية اصلا. سيبك انت، كل دي عيوب نقدر نعديها باستثناء الشغل. طب والحل؟ ما تنساش تتفرج على الحلقة كاملة على يوتيوب واعمل فولو علشان تتابع كل جديد. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للإعلام الرقمي.